طبعا زي ما انتم عارفين قرية سيد غازي مشهورة جدا بزراعة الخرشوف من قديم الأزل من أيام جديد، فهي بالنسبة لنا زرعة أساسية بنصدروها بره لأنحاء العالم كله. بالنسبة لنا بنبدأ في زراعته. عايز أعرفكم على الخرشوف وطريقة زراعته وطريقة إنتاجه. بنبدأ الزراعة من 25/8، يعني معاك لغاية مثلا 20/9 الشهر ده بنكونوا زارعين فيه. بيبدأ الخرشوف نزرعه فيه، طبعا بينعزج، بيتسمد، بياخد كيماويات، بياخد سوبر، بياخد أدوية بالنسبة عناصر صغرى وعناصر كبرى، ياخد رش طبعا. وشيء أساسي نحافظوا عليه من الدودة عشان الكوز يطلع بالخامة دي، ما يطلعش فيه دبورة، لأن لو سقطته الدودة وهو صغير الكوز هيطلع معانا فيه دبورة. فشيء أساسي بالنسبة لنا لازم الخرشوف بالنسبة للدودة ما تنزلهوش. بيجي لنا مصدرين من بره بنتعاقد معاها عليه، في اللي بيعوز فريش وفي اللي بيعوز تصنيع. طبعا التصنيع بيبقى في أول السنة ديت ما بيبقاش موجود، لأن الخرشوف بيبقى غالي، يعني بتروح عن سعر لغاية 15 جنيه في أول السنة و20 جنيه. ده بالنسبة للسنة. بيجي النهارده بعد كده يفيهولي كوزة الخامة كويسة اللي زي دي مثلا، يدخلها لك عبوة زبات مثلا لما يكون عندنا مثلا مصدرين كتير، مثلا شعيب، علاء، ناس كتير عندنا على الخط صدروا لايطاليا بره، محسن ابو الدقي، يعني ناس ايه، اسامي كتير. انتوا بتصدروا لدول ايه؟ دول اوروبا كلها. بالنسبه اوروبا كلها بتاخد خرشوف، لان حتى انت مثلا لو صدرت اي دوله اوروبيه هي بتاخد منك وبتديهولك. جودة بتدي... الخرشوف المصري عاملة ايه على مستوى العالم؟ لا، واخده البريق احنا الأول على مستوى العالم في الخرشوف. الاول بالنسبه لنا على مستوى العالم كخامه، وكبالنسبه هم بياخدوا منه طبعا عشان خاطر الاول بياخدوا منه في ماده فيه للادويه، وبيرجع في ماده منه تشتغل مطاعم وفي اكل وفي مزات بالنسبه للعالم اللي هي بتاعت بره. اما هو اساسي بالنسبه لهم بياخدوا منه ماده ادويه، ايه هي برضه احنا ما نعرفهاش، احنا وانتوا نصدروه. هنا مزارعين. احنا هنا مزارعين، وناخده بعد ما نجمع من هنا بنحمل في العربيه وتطلع المحطه. يعني ممكن كوز يوصل معاك 20 جنيه، ما فيش ادنى مشكله. بس في الشغل ايه، نختبر فدان بيجمع فيه ايه مثلا. بيتباع بالكوز ولا بالكوز؟ اه بالكوز، لا بالكوز عدد. يعني بالكوز ده بالعدد. بالكوز بالكوز بالنسبه اللي انت بتبيع بالكوز وهو بيبيع بالكوز، ايه ما فيش. المواصفات بتاعته؟ اللون، اشمعنى الكوز التصدير والكوز المحلي اللون ده زي بالنسبه لده كده تصدير. الكوز الاحمر بالنسبه الكوز ده تصدير. اللون بتاعه؟ اللون لازم ناخد اللون البنفسجي اللي انت شايفه حضرتك ده قدامه. طبعا بيتلحلح بالطريقه دي، ما بيروحش بورقه، ما بيطلعش بورقه، بيشتغل كده مثلا حضرتك، وبينحط في السبت، بتبقى التلحلحه بتاعتها قبضه الايد كده، وينحط في السبت زي ما. لا هو مش اي حد يعرف يزرعه، زي طبعا اي زرع تاني، ما احنا عندنا زراعات قريه الغازي ما بنعرفوش نزرعه. يعني احنا بالنسبه لنا الطماطم مش موجوده عندنا. طيب انتوا بتزرع في تربة طيني ولا؟ اي تربه صحراء. احنا زي ما انا قلت لك هو وصل لغايه دلوقتي العالمين فيها خرشوف حريق. يعني الصحراء شغال بنجر، شغال بالنسبه للصحراء احنا بنقول عليها البنجر. الصحراء شغال فيها الخرشوف 10 ارض تنقيط مزروع فيها خرشوف، ما بتروحش بحاره هو تنقيط. بياخد ري كتير اه ولا بياخد ري، بياخد ري صبر في كتير. التنقيط؟ اه لا، والشبكه التنقيط برضه شغال، بتاع التنقيط بيزرعه.